ده منشط جريدة التحرير، والمنشط بيقول ايه؟ ممكن ننزل تحت شوية لو سمحت؟ ممكن ما بينزلش تحت. هل انت لا ايوه هنا، هل انتهى مجلس نعم وبدأ مجلس امين؟ هل انتهى مجلس نعم وبدأ مجلس امين؟ ده الجورنال اللي رئيس تحريره ابراهيم عيسى، عشان ما حدش يقول لي بقى انت واوعى واخوان وبتاع. ابراهيم عيسى الا لو بقى مفبركينهوله. غير على فكره النهارده الفورين بوليسي برضه حاطه صور التحرير والناس ممكن تشوفها. بيقول لك اشمعنى؟ لا بجد اشمعنى 25 يناير 2012 الشارع لنا. بيقول لك اشمعنى يعني بعد ده كله حسني وسوزان مبارك واولادهم اتحكم عليهم بسجن مدى الحياه. اعضاء الحزب الوطني اتمنعوا من ممارسه الحياه السياسيه. فلوسنا المنهوبه من اباطره رجال الاعمال اللي اشتغلوا مع السلطه كلها رجعت وبيتعمل بيها مشاريع تنمويه للشباب. الحد الاقصى للاجور تم تحديده خلاص بقى، وكل المسؤولين معروف مرتباتهم بصفاتهم شغالين في القطاع العام. كل اللي تسببوا في قتل الشهداء خاصه المسؤولين الكبار اتحكم عليهم بالاعدام او السجن المؤبد. الوزاره الجديده كلها قيادات ثوريه شابه حلت للناس مشاكلها. طب عايز تنزل الشارع ليه؟ حقيقي فعلا حاجه حلوه قوي قوي قوي. يعني مالكش اشمعنى يعني بجد اشمعنى؟ زي ما انتم شايفين راي الاندر جراوند في طبعا مع التحفظ المكتوب، بس الاندر جراوند دايما متطرف. اتجمعوا الشهداء في اعلى الجنه واتجمعوا الاندال في مجلس شعب. ائتلاف شباب فتح الهوس. مين ده بس يعني كتير. ما هو فتح الهويس بقى، ما هو كل من كتر ما الناس سمعت ائتلافات السنه دي عمل لنفسه ائتلاف يعني. غير دي لعبه السلم والتعبان. زي ما شايفين السلم ودى ناس من السجن للمجلس، وبعدين التعبان ودى الناس من المجلس للسجن. بس فكره حلوه قوي يا عم. عبقرة. الاندر جراوند بيتعمل فيه حاجات هايله غير عاديه. اللي قعد عمل دماغ وظبط الحكايه ديت وحطها معلم. لا واللعبه اللي هو التعبان ينزل هنا والسلم انت تطلع السلم والتعبانه